تعد الكعبة المشرفة أقدس مكان عند المسلمين في العالم، فهي قبلة الصلاة التي يتجه إليها أكثر من مليار مسلم 5 مرات يوميا، وهي قلب المسجد الحرام ومهوى أفئدة المسلمين منذ آلاف السنين. لكن السؤال الذي حير الكثيرين عبر التاريخ: من هو أول من بنى الكعبة؟ هل بناها النبي إبراهيم عليه السلام كما يعتقد البعض، أم أن بناءها أقدم من ذلك بكثير؟ ولماذا سميت بالبيت العتيق؟ وكيف أصبحت رمزا دينيا وتاريخيا بهذه المكانة العظيمة؟ إن الحديث عن الكعبة ليس مجرد حديث عن بناء حجري قديم، بل هو حديث عن بداية العبادة والتوحيد على الأرض، وعن رحلة طويلة امتدت من زمن الملائكة إلى الأنبياء، ومن عصور ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا. وقد اختلفت الروايات التاريخية والدينية حول أول من وضع أساساتها، لكن معظم المصادر الإسلامية تجمع على أن للكعبة تاريخا أقدم من النبي إبراهيم عليه السلام، وأنه لم يكن أول من أنشأها، بل كان مجددا لبنائها بعد أن اندثرت معالمها. في التراث الإسلامي القديم توجد روايات تشير إلى أن الكعبة كانت موجودة قبل خلق البشر أنفسهم، وأن الملائكة هي أول من بنى هذا البيت المبارك. وتذكر بعض كتب التفسير والسير أن الله تعالى أمر الملائكة ببناء بيت في الأرض يطوفون حوله، كما يطوف أهل السماء حول البيت المعمور في السماء السابعة. وقد استند بعض العلماء إلى قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فرأوا أن المقصود هو أن الكعبة أول بيت خصص لعبادة الله في الأرض كلها. وتحكي بعض الروايات أن الملائكة بنت الكعبة من حجارة 5 جبال، ثم بقي مكانها معروفا عبر الأزمنة حتى بعد نزول آدم إلى الأرض. ورغم أن هذه الروايات ليست كلها ثابتة بأسانيد قوية، فإنها تعبر عن الاعتقاد الإسلامي بعظمة الكعبة وقدسيتها منذ بداية الخليقة. كما يرى عدد من المؤرخين المسلمين أن أول من بنى الكعبة من البشر هو آدم عليه السلام. وتقول الروايات أن آدم بعدما هبط إلى الأرض اشتاق إلى عبادة الله كما كان يفعل في الجنة، فأمره الله ببناء بيت يعبد الله فيه. وتذكر بعض الآثار أن آدم بنى الكعبة في موضعها الحالي، وأن الملائكة ذلته على مكانها. وكان البيت في ذلك الزمن بسيطا جدا دون سقف ومجرد حدود ظاهرة بالأحجار. كما يقال أن آدم كان يطوف بالكعبة ويؤدي عندها العبادة، ثم توارث أبناؤه تعظيم هذا المكان. وبعد وفاة آدم بقرون طويلة تعرضت الأرض لفيضانات وكوارث طبيعية أدت إلى اختفاء معالم الكعبة واندثار بنائها. ورغم أن هذه الروايات لا توجد لها أدلة تاريخية مادية، فإنها حاضرة بقوة في كتب التاريخ الإسلامي والتفسير، خصوصا عند الحديث عن قدم الكعبة ومكانتها. وعندما جاء زمن نوح عليه السلام وحدث الطوفان العظيم، تقول بعض الروايات أن الكعبة رفعت واختفت معالمها تحت الرمال والمياه، ولم يبق منها سوى موضعها المعروف عند الله. وبعد الطوفان بقرون طويلة أصبح المكان مجرد أرض مرتفعة قليلا عن محيطها، بينما نسيت تفاصيل البناء القديم مع مرور الزمن. ويعتقد بعض المؤرخين
أن الناس ظلوا يعرفون قدسية هذا المكان بشكل غامض حتى جاء زمن النبي إبراهيم عليه السلام الذي أعاد بناء البيت من جديد بأمر إلهي واضح. ويعتبر إبراهيم عليه السلام الشخصية الأهم في تاريخ الكعبة، لأنه ارتبط بإعادة بنائها وإحياء رسالتها التوحيدية. فبعد سنوات طويلة من اختفاء معالم البيت، أمر الله إبراهيم أن يذهب إلى مكة برفقة زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام. في ذلك الوقت لم تكن مكة مدينة مأهولة، بل واد جاف لا زرع فيه ولا ماء. وهناك ترك إبراهيم أسرته تنفيذا لأمر الله، ثم عاد بعد سنوات ليجد أن إسماعيل قد كبر، وأن بئر زمزم أصبحت سببا في استقرار الناس حول المكان. وهنا جاء الأمر الإلهي العظيم لإبراهيم أن يعيد بناء الكعبة. وقد وصف القرآن هذه اللحظة بقوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وهذه الآية مهمة جدا، لأنها تشير إلى أن إبراهيم لم يؤسس البيت من الصفر، بل كان يرفع قواعد موجودة أصلا، أي أن أساس الكعبة كان معروفا قبل زمنه. وخلال البناء كان الأب والابن يرددان دعاء خلده القرآن الكريم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وبعد الانتهاء من البناء أمر الله إبراهيم أن يدعو الناس إلى الحج، فكان ذلك بداية ارتباط الكعبة بالشعائر الإسلامية الكبرى. من أشهر أجزاء الكعبة الحجر الأسود، وهو حجر موجود في الركن الشرقي للكعبة. وتذكر الروايات الإسلامية أن هذا الحجر نزل من الجنة، وأن إبراهيم وضعه في مكانه أثناء البناء. وقد كان الحجر أبيض اللون في البداية، ثم اسود بسبب خطايا البشر بحسب الروايات الإسلامية. وأصبح الحجر الأسود رمزا مهما في الطواف، حيث يبدأ الحجاج والمعتمرون طوافهم منه. وعبر التاريخ تعرض الحجر للكسر والسرقة، خاصة عندما هاجم القرامطة مكة في القرن الرابع الهجري، وأخذوا الحجر الأسود لسنوات طويلة قبل إعادته. وهناك تفسيرات عديدة لاسم البيت العتيق، فمن العلماء من قال أن المقصود هو أنه بيت قديم جدا يعود إلى أقدم العصور، وقال آخرون أن معناه أنه معتق من تسلط الجبابرة، فلم يستطع أحد القضاء عليه رغم الحروب والكوارث. كما يرى بعض المفسرين أن كلمة العتيق تعني الكريم أو الشريف، في إشارة إلى مكانة الكعبة بين بقاع الأرض. مع مرور القرون تحولت مكة إلى مركز تجاري وديني مهم في الجزيرة العربية. ورغم أن العرب انحرفوا عن توحيد إبراهيم وعبدوا الأصنام، فإنهم استمروا في تعظيم الكعبة واحترامها. وامتلأت الكعبة بالأصنام حتى قيل أن عددها بلغ 360 صنما. وكانت القبائل العربية تحج إلى مكة وتطوف، لكنها مزجت ذلك بطقوس وثنية كثيرة. وفي تلك الفترة أصبحت قريش مسؤولة عن خدمة الكعبة وسقاية الحجاج، مما منحها مكانة كبيرة بين العرب. قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة تعرضت الكعبة لسيول قوية أدت إلى تصدع جدرانها، فقررت قريش إعادة بنائها. وكان النبي محمد شابا وقتها، وشارك بنفسه في نقل الحجارة. وعندما وصل البناء إلى موضع الحجر الأسود اختلفت القبائل حول من يضعه في مكانه،
وكاد النزاع يتحول إلى حرب، لكنه صلى الله عليه وسلم اقترح حلا ذكيا، فوضع الحجر على قطعة قماش وطلب من زعماء القبائل حملها معا، ثم أخذ الحجر بيده ووضعه في مكانه، فرضيت القبائل كلها بهذا الحل. وقد غيرت قريش شكل الكعبة قليلا أثناء البناء، فقصرت مساحتها بسبب قلة المال الحلال، وتركت جزءا خارج البناء الحالي وهو المعروف بحجر إسماعيل. عندما فتح المسلمون مكة في السنة 8 للهجرة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وحطم الأصنام التي كانت حولها وهو يردد: جاء الحق وزهق الباطل. ومنذ ذلك الوقت عادت الكعبة مركزا للتوحيد كما كانت في زمن إبراهيم عليه السلام، وأصبحت القبلة الرسمية للمسلمين بعد أن كانت الصلاة في بداية الإسلام نحو القدس. ومنذ ذلك الحين والكعبة هي قلب العالم الإسلامي الروحي. ومن الناحية الأثرية والتاريخية لا توجد أدلة مادية قاطعة تثبت شكل الكعبة الأول أو تاريخ بنائها بدقة، وذلك بسبب قدم الموقع وتجدد البناء مرات كثيرة عبر آلاف السنين. لكن الرواية الإسلامية تعتمد أساسا على القرآن الكريم والأحاديث النبوية وكتب التفسير والسير، ويرى المسلمون أن قدسية الكعبة لا تعتمد على الأدلة الأثرية فقط، بل على مكانتها الدينية الثابتة في الإسلام. وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين الربط بين مكة القديمة وطرق التجارة العربية، لكن تاريخ الكعبة المبكر يبقى مرتبطا بدرجة كبيرة بالمصادر الدينية. ومهما اختلفت الروايات حول أول من بنى الكعبة، فإن الحقيقة الثابتة هي أن هذا البيت أصبح أعظم رمز لوحدة المسلمين في العالم، فكل المسلمين على اختلاف لغاتهم وألوانهم وأعراقهم يتجهون نحو نقطة واحدة في صلاتهم.